بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة وهنا ان شاء الله. التنمر اصبح عادة سيئة جدا في حياتنا. اصبحنا النهاردة بنتنمر على كل شيء. يعني ايه بنتنمر؟ يعني بنتريق على كل حاجة. يعني كل حاجة في الحياة ما هيش عجبانا، سواء بنتنمر على بعض، بنتريق على بعض، بنتكلم على بعض. اصبح الموضوع النهاردة بقى يعني كل واحد بيقول رأيه في التاني بدون ان هو ما يعلم ان الرأي ده هيجرحه او هيضايقه، او ان هو هيكون جاني عليه في بعض اشياء. حكايتنا النهاردة حكاية طالبة في الجامعة في تاني يوم امتحانات ليها. الطالبة خارجة من اللجنة وإذ بالمراقب بيسألها هو انتي مسيحية ولا مسلمة؟ طبعا هو بيشوف الأول عن طريق لبسها انها لابسة لبس طبعا مش محجبة او كده. فطبعا قالت له انا مسلمه، فبدا ان هو يقول لها يعني انت مش مسلمه، طب لابسه اللبس ده ازاي؟ اللي انا عايزه اقوله ان البنت كانت لابسه لبس كويس جدا، يعني لابسه كويس، لابسه عادي، يعني فستان عادي بنص كم، وشايفه ان هو مش قصير. يعني هي طبعا ليها الحريه وليها حريه التصرف، ما دام ما بتاذيش حد، ما دام ان هي ما اذتش حد، فهي ليها حريه التصرف. التصرف الخطأ جدا ان المراقب يسألها انت لابسة ليه كده او عاملة ليه كده. انا عايزة اسأل سؤال للمراقب، يعني انت ازاي اول مرة تشوف طالبة وفي امتحان واول مرة تعرفها ان انت تسألها السؤال دوت؟ في نفس الوقت ازاي ان انت حابب ان انت تقول لها نصيحة، ان انت تقولها لها في صورة انت لابسة ازاي كده او عاملة ازاي كده؟ كمان يعني طالبة وخارجة من امتحان وأعصابها مشدودة وممكن تكون سهرانة طول الليل بتذاكر. أنا لما أجي أقول لها وهي خارجة من الامتحان أي نصيحة، هل هي عندها القابلية لتقبل النصيحة دي ولا ما عندهاش؟ دي حاجة. الحاجة التانية المراقبة كمان لما شافت البنت وهو قال لها، قالت لها حاجة غريبة قوي، قالت لها هو انت نسيتي تلبسي بنطلون تحت الفستان؟ طبعا انت كده اذيتي مشاعرها واذيتيها. طب ليه؟ لو انت حابة برضك ان انت تقولي لها نصيحة، ما تقوليلهاش كده. وانا شايفة ان البنت لابسة لبس مش خليع، لبس ما اذتش بيه حد، لبس هي مش ماشية. انا يعني انا شايفة ان الامور عادية، انا شايفة ان البنت لابسة حاجة عادية خالص وهي ليها حرية انها تلبس. احنا مش هنقعد ان احنا نراقب حرية بعض او ان احنا نحجر على بعض. النصيحة ساعات لما بنيجي نقولها بنجرح بيها، فيا ريت ان احنا ما نقولهاش ونحتفظ بيها لنفسنا. طبعا البنت اتأذت جدا، اتأذت نفسيا على الكلمة اللي قالتها المراقبة. أصبح الموضوع بقى قضية. طبعا هم تحولوا يعني تحقيق، أكيد تحقيق إداري وهيسألهم ليه والكلام ده. طيب انا عايزه اقوله، يعني هي لو بنتك او بنتك هتقبل ان حد يقول لها كده؟ هتقبل ان حد يقول لها الجمله دي انت مش لابسه بنطلون، او ليه انت نسيتي تلبسي البنطلون، او انت ايه اللي انت لابساه ده، او انا شايفه ان احنا لما نيجي نقول نصيحه نقولها في مكانها ونقولها في وقتها. نقولها كمان لما نكون احنا علاقتنا بالشخص اللي قدامنا علاقة تربطنا بيه علاقة. لكن انا مفيش علاقة تربطك بين البنت وبين المراقب ده. انت مجرد ساعتين هتراقب عليها في امتحان وخلاص. يعني انا مش عارفة، الناس ادت حق لنفسها انها تتكلم في اي حاجة وفي اي وقت ومع اي حد. آه، يعني انتوا اديتوا حقوق لنفسكم في حقوقكم. تنمرتوا على البنت بطريقه اذيتوا بيها مشاعرها. لا انتوا فكرتوا انها ممكن تكون بنتكم، ممكن تكون حد يجرحها بالكلام، ولا فكرتوا في مشاعرها، ولا فكرتوا انها ما اذتش حد. وفي نفس الكلام انتوا يمكن لو عايزين تقولوا نصيحه ما تقولوهاش بالشكل ده، ولا تقولوها ان انتوا تجرحوا بيها حد. لامتى مش هنتعلم ثقافة الكلام وثقافة ان احنا نحترم بعض؟ نحترم بعض، يعني انا احترم رأيك، احترم لبسك، احترم ما دام انت ما اذيتنيش بحاجة، فلازم ان انا اكون احترمك. مش من حقي اقول رأيي الا لما انت تطلب مني ان انا اقول رأيي. لما تيجي تقول لي الفستان ده حلو ولا وحش، انا اقول رأيي. ما تيجي تقولي لي طب طرحتي حلوة ولا وحشة، اقول رأيي. طب البس طرحة ولا ما البس طرحة، اقول رأيي. لكن ما طلبش منك ان انت تقول رأيك في اي حاجة. فيا ريت ان احنا نحتفظ برأينا لنفسنا. وبعدين احنا لما نيجي نحاول ان احنا
يعني ندي نصيحة لحد، ندي نصيحة لنفسنا ان احنا نقول النصيحة الصح، نقولها بطريقة شياكة، بطريقة حلوة، ما نجرحش بيها حد. هو ده تعليمنا، هو ده ديننا، هو ده ثقافة الحوار، ثقافة تبادل الكلام، في ان احنا نقول نصايح تكون في وقتها. طبعا البنت قدمت ببلاغ واكيد طبعا اتحقق معاهم. بس اللي انا عايزه اقوله، احنا من غير ما حد يحقق معانا، ومن غير ان احنا محتاجين ان حد يراقب علينا، احنا لازم نكون نراقب على تصرفاتنا. نراقب كمان ان احنا نقول الكلام في محله، ما نقولش مجرد كلام وخلاص واحنا عايزين ننصح. احنا ما بننصحش، احنا بنهدم. احتفظ برأيك لنفسك، ما دام ما طلبتش ان انت تقوله، او ما انا ما طلبتش منك ان انت تقول رأيك في اي حاجة. ده لأي شخص، مش مجرد الحوار اللي انا بتكلم عليه ده بس. ما تحاولش ان انت تعمل ناصح لأي حد وانت محتاج النصيحة. محتاج ان انت تعدل من نفسك، وتعدل من كلامك، وتعدل من افعالك. دي كانت حكايتنا النهاردة، حكاية تنمر على تنمر طالبة في الجامعة. طالبة وهي بعد الامتحانات، ويمكن أنا معرفش ظروفها النفسية إيه، وإيه اللي هي بتمر بيه، جاوبت كويس أو ما جاوبتش أو لا الآخر. طبعا ده النهاردة كان دي حكايتنا، حكاية قناة ايه الحكاية. انا متشكرة لكم جدا على حسن استماعكم، يا رب اكون ان انا اسعدتكم. متشكرة لكم، ولو حابين تشتركوا معايا في القناة اهلا وسهلا. دوسوا اشتراك، دوسوا لايك، وشرفونا. انا اتشرفت بيكم جدا. السلام عليكم.